كل التفاصيل على البال، وأحلى التفاصيل يلي على البال. للفن ألوان وللكلام تفاصيل، مع نجوم الفن والطرب والمسرح. على البال كل التفاصيل على البال، وأحلى التفاصيل على البال. تفاصيل وأحلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساكم وين ما كنتوا. أنا بندر الحمودي أرحب فيكم في هالمساء الشاعري، المساء الشعري. معي أو ضيفي الشاعر عبد الرحمن المالكي، راح يكون معي على مدى ساعة بمشيئة الله في حلقة من إعداد وتنسيق راشد العقيل. حياك الله عبد الرحمن. الله يمسيك بالخير أخوي بندر. أمسي على المستمعين الكرام وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة للالتقاء بجمهور الشعر. حبيب قلبي يا عبد الرحمن، كيف حبت تقدم نفسك للمستمع الكريم يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن المالكي، عمر 37 عام، أعمل في الملكية في ينبع، أكتب الشعر منذ ما يقارب 15 عام تقريبا. جميل. مراحل عبد الرحمن المالكي الشعرية تقدر تقسمها لي؟ أول ما بدأت ثورة التقنية بدأنا، يعني أنا بدأت كغيري من الشعراء، كانت البداية الفعلية في المنتديات، خصوصا في بعض المنتديات الأدبية، إلى أن ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي، انطلقنا في المرحلة الثانية من خلالها، اللي هي مرحلة الفيسبوك وتويتر وهالأشياء. نعم، يعني مرحلة فيسبوك، تويتر، البرامج الأخرى. كان يعني الانتقال كان سريع وقوي جدا. يعني طبعا أنا في بداياتي قبل المنتديات الأدبية كان بعض المحاول في المجلات الشعبية، كان الوصول للمجلة الشعبية يعني إلى أن ينشر لك نص فيها ليس بالأمر السهل، يحتاج واسطة. يعني يحتاج واسطة، نعم صراحة يحتاج واسطة، ولا هي يعني أي واسطة، يعني لابد أن تكون مدعوم بشكل قوي جدا. يعني كثير جدا في البدايات، والبعض يعني أنا أعرف بعض الشباب يعني كان يمتلك موهبة قوية وكذا، بدأ بالحاجز هذا، يعني بدأ وانتهى. كانت عقبة جدا يعني كبيرة عشان الشاعر يظهر، كانت عقبة جدا إنه يوصل لإحدى البطولات الشعبية. جميل. الشاعر عبد الرحمن المالكي، ومن خلال مصافحة أولى في تفاصيل نحب نسمع نص من نصوصك. نقول: الغايب اللي في سماعيتي طير، الطيت راقد في الزوايا وصوله، اشتاق له شوق الحزن للتباشير، واشتاق له شوق الكهل للطفولة، اشتاق له شوق الحزن للتباشير، واشتاق له شوق الكهل للطفولة. باب عشقي ما أعرف فهرسه غير، في كل حروف اللي تلامس طوله، ابتله في صفحة الليل تعبير، واجمل حروف الشوق التف حوله، لكن ثاني في زحام المشاوير، واللي خذيته صعب راح بسهولة، إذا نشدته قال هذه مقادير، هذا العذر لا غاب دايم يقوله، لا ما جاء من القلب تقصير، لكن تشوف من البشر غير زوله، بعد ما صار لابد يصير. بحر كتاب العشق أرضه أولى. الله عليك يا عبد الرحمن، صح لسانك، يعطيك العافية. عبد الرحمن، أنت شاركت في شاعر المليون، أي نسخة كانت؟
شاركت في النسختين الخامسة والسادسة. كيف كانت التجربة الأولى والله والثانية؟ كان التجربة الأولى يعني كانت في بداية ظهور الإعلامي قبل 4 سنوات. التجربة الأولى يمكن كانت أصعب شوي، إنه ما كنت يعني متعود كثير على الأضواء وعلى الإعلام وكذا. لكن خرجت منها يعني أمانة فوائد كبيرة. يعني أنا شهادة الإجازة لمرحلة ما قبل 48. الحمد لله الإجازة كانت يعني مع اللجنة، وكانت قراءة جميلة جدا حول لله الحمد. كانت تجربة قوية وحك قوي للشاعر، خصوصا يعني إن اللي كنت معهم وكذا. يعني التجربة الأولى وصلت لمرحلة ما قبل 48. نعم وصلت مرحلة ما قبل 48. والمشاركة الثانية؟ المشاركة الثانية أيضا كانت النسخة السادسة، أيضا وصلت مرحلة ما قبل 48. ما كتب الله إني أوصل 48، لكن يعني طموح لا زال موجود. الأمل في الله كبير، وإن شاء الله قادمين للنسخة السابعة إن شاء الله. ليش ملزم على هالبرنامج تحديدا يعني؟ والله شوف يعني نكون منصفين. إذا نظرنا للجانب مشكلتنا ننظر دائما للجانب الفارغ من شعر المليون. شئنا أم أبينا نشر ثقافة الشعر النبطي غير المهتمين به. يعني يمكن إذا كان إذا اعتبر البعض يعني الرأي اللي يذهب مع إن شعر المليون أحيا العصبية القبلية، أنا أحترم رأيه، لكن في نفس الوقت ربما إحياء العصبية القبلية هذه يعني أتى بفوائد كثير شعر. يعني جذب الناس اللي ما كانوا مهتمين بالشعر النبطي. الشعر النبطي ما كان يعني اهتمام فيه بهذا الشكل. أصبح الشعر النبطي في وقت خصوصا في النسخ الأولى والثانية تقريبا الثالثة حديث الشعر، حديث الرأي العام. كان يحدث على المسرح كان حديث الرأي العام. طيب تكلمت عبد الرحمن عن العصبية، ما تحس إنه بهالشكل كانت الفوائد أقل من العيوب والسلبيات؟ للجانب الممتلئ من الكأس، لأني أنا يعني بحكم نظرت من ناحية الشعر خدم الشعراء اللي وصلوا فيه مراحل متقدمة، خدم الشعراء اللي ما وصلوا فيه يعني. لكن هو يعني إذا نظرنا للجانب الثاني قد اتفق معك إنه فعلا إنه أحيا بعض الأمور اللي كانت يعني خفية. طيب بدأت تظهر النزاعات القبلية، بدأت تظهر أشياء كثيرة بدأت تظهر. لكن يعني عشان نكون منصفين، له أي شيء يعني في الحياة له مميزات وله عيوب. نأخذ دائما الشيء الجميل والشيء الغير جميل نتركه يعني. جميل. عبد الرحمن، خلني آخذ البيئة المحيطة فيك بشكل دوائر صغيرة، نخليها تكبر شوي شوي. أنت كيف شايف تعاطي الناس القريبين منك في شاعريتك أو مع شاعريتك؟ والله شوف يعني الحمد لله يعني من حولي كانوا من أسباب الوصول لي الحمد لله وظهوري الإعلامي الأخير. يعني دعمهم يعني في بداياتي ولا زال إلى الآن الحمد لله، وهذا شيء أنا أقدر كثير. طبعا أي شاعر لابد أنه يعني يجد بعض العقبات في طريقه وكذا. ربما الشعر النبطي في منطقة الجنوب، وهذه حقيقة يعني ما أخذ وضعيته يعني جيد إلا في السنوات الأخيرة. ليش يا عبد الرحمن؟ يعني الجنوب يعني الشعبية الأولى والشعبية الساحقة شعر الشجر أو شعر العرضة. ثقافة المنطقة مع هذا الجانب، مع هذا اللون اللي يمثل مو بس يعني يمثل لون، يمثل شعر، يمثل تراث. الشعر الشجر شعر العرضة هو يسير على نفس الخط الموازي للتراث الشعبي في المنطقة الجنوب. يظل شعر في الأخير. نعم هو ذا شعر، لكن كان يعني هو مكتسح الساحة ويعني مغيب. كان الشعر النبطي إلى يمكن 10 سنوات الأخيرة كان مغيب تماما، يعني كان الظهور قليل جدا لا يذكر. منطقة كبيرة كمنطقة جنوبية، لكن السنوات الأخيرة يعني 5-7 سنوات الأخيرة بدأ يظهر بعض الأسماء، بدأت تظهر، بدأت تأخذ أماكنها. وهذا يعني يعود بين الحديث عن شعر المليون. شعر المليون كان سبب في ظهور أكثر من اسم من منطقة الجنوب
أصبحوا الآن يعني يشار لهم بالبنان، وأصبح لهم الاسم، لهم مكانة. أعطى يعني ظهور مثلا 3 4 5 10 أسماء. أعطى الشعر النبطي يعني هل شاعر المليون هو اللي أحيا الشعر النبطي في الجنوب؟ ما هو شاعر المليون، شاعر المليون سرب من أحد الأسباب يعني اللي أحيا اللي لفت الانتباه للشعر النبطي. واللي يقول غير كذا أنا وجهة نظري إنه يغالط الحقائق. هو أحد الأسباب الرئيسية. جميل. من هو عراب عبد الرحمن المالكي أو بمن تأثر؟ والله شوف أنا يعني ما حجاوب إجابة دبلوماسية. فيه شعراء كثير يعني تأثرت فيهم، يعني في شعراء كثير تأثرت فيهم، لكن يعني قد يكون يعني الأقرب عبد الرحمن المالكي هو خالد الفيصل المالكي. جميل. أنا من الصغر وأنا أحفظ قصائده وأنتم قصائده. يعني خالد الفيصل اعتبره مدرسة مستقلة بحد ذاتها. صحيح. طيب نسمع نص عبد الرحمن، تفضل. يقول خسارة كان في فصل الوفاء ذيك الغصون يباس، وشمس دافية بحضورها والناس برقانة. رجيت الفصول وما لقيت بطيفها إحساس سوى غيمة تعانق من سماعها عين ذبلانة. رجيت الفصول وما لقيت بطيفها إحساس سوى غيمة تعانق من سماعها عين ذبلانة. أدور في وطن عمري دفا يكفي جميع الناس، وناظر في ملامح وجه طول العمر تقيانة. تبعثرني شظايا كل من عدى عليها داس، وش اللي يسند المنهار لا من طاحت أركانه. كتبت الشعر سام المحبة والحروف أقواس، ولكن تاهت أهدافه وحارت حولي أوزانه. عيش أنفاس بسبابه تموت أنفاس غريبة منك يا شعري، تصير النفس حيرانة. رسمته من شقى شاعر حزين وخاطره منحاس، رسمته من شقى شاعر حزين وخاطره منحاس. بوجه اللز شاحب يدور فيني ألوانه. رسمته واحة العاشق، رسمته للعطاش عكاس. عزفته لحن وجروحي بتعزف باقي الحانة. ترى لو جفت أقلامي وصارت فكرتي وسواس، بتبقى تربة إحساسي الماي الشوق عطشانة. أمانة يا سراب الوقت لامس هبة النفناس. أمانة لا تخليني سجين بحكم الجانة، ومن يشكي على المولى همومه ما يجيه الياس. رحيم بعبده المسكين ما يظلم سبحانه. صح لسانك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن، برأيك طبعا تتكلمت عن الفوائد اللي قدمها شاعر المليون، لكن خلني أتكلم عن المسابقات الشعرية عموما. هل تحس أنها قدمت فائدة بغض النظر عن شاعر المليون؟ والله من وجهة نظري يعني ما كانت الفائدة المرجوية. يعني أرى أنها قدمت فوائد كثير للشعراء، لكن أنا أرى أنه ما كانت يعني فائدة مقدمة، ما ليس بحجم البرامج أو عدد البرامج يعني الموجودة الآن على الساحة. ما خدمت الشعر صراحة، خدمت الشعراء بس ما خدمت الشعر. يعني بس أنت تشوف أنه تفرد شاعر المليون هو المسيطر على الموضوع والباقي حشو؟ شاعر المليون يعني أنا ما بقول لك أنه خدم الشعر بشكل يعني مطلق، لكن شاعر المليون لفت الحكم. يمكن كان أول برنامج يعني كانت أول فكرة وكذا، لفت الانتباه يعني غير المهتمين بالشعر. لكن إذا تكلم عن هل خدم الشعر يعني بشكل يعني قوي يغير فيه، يعني صعب إني أقول نعم غير في الشعر أو يعني أضاف كثير للشعر، لكن هو أضاف للشعراء أكثر، يعني خدم الشعراء أكثر من الشعر. عبد الرحمن المالكي كتبت أوبريت لليوم الوطني القطري عام 2012 تقريبا. لو تكلمني عن هالأوبريت، كيف كتبته وكيف تم التواصل معك على أساسه؟ والله تواصل معي بعض الأخوان في إحدى
الشركات المسؤولة عن تنظيم مهرجانات. كان الوقت كان والله قصير جدا يعني. أنا ما كنت أتوقع إنه يعني حنظهر يعني حيطلع العمل بالشكل اللي كنا نتمناه. الوقت كان قصير جدا. تم التواصل، طبعا كان هو عمل إنشادي ما كان عمل موسيقى. تم التواصل مع أحد الأخوة المنشدين هنا، وأيضا يعني كان المخرج وكان المصور من دولة قطر. منتجنا العمل وأخرجنا العمل. يعني أنا ما توقعت نجاحه، بس ما توقعت إنه يعني حيضرب بالشكل هذا. الحمد لله يعني ما شاء الله. نسبة مشاهداته يعني في اليوتيوب أكبر دليل على نجاحه. لدرجة إنه حتى خدمني أنا يعني كاسم، يعني عبد الرحمن المالكي خدمني كثير في قطر. جميل. كعمل وطني أكيد أنه راح يخدم الشاعر بلا شك. من أكيد نعم. من اللي أدى العمل يا عبد الرحمن؟ اللي أدى العمل منشد اسمه عبد الرحمن عمر. منشد اسمه عبد الرحمن عمر. عبد الرحمن عمر المنشدين المميزين جدا. عبد الرحمن عمر هو له بعض الأعمال، أنا ما شفت في اليوتيوب، له بعض الأعمال الغنائية، له بعض الأعمال الإنشادية. منشد مبدع جدا، ما أخذ صراحة يعني ما أخذ حقه في الإعلام. جميل. ما أخذ حقه. أنا أرى أنه مو حق الاهتمام يعني، سواء في الناحيتين كان غنائيا أو. على أساس ما يأخذنا الكلام يا عبد الرحمن، خلنا نسمع نص من نصوصك. يقول: بسم الشوق واستبشر بوجه الصباح. بسم الشوق واستبشر بوجه الصباح، وتناثر النور في ذاك المكان. لبست جرح الهواء يدين حظي وشاح. قفلت دفتر كتب ذكراه قلبي جريح. معذور لو قلت روح ما نويت السماح. معذور لو قلت آسف ما يصح الصحيح. معذور لو قلت روح ما نويت السماح. معذور لو قلت آسف ما يصح الصحيح. من يمشي الدرب حتى لو لقاله براح. يطيح مرة ولا من قام يرجع يطيح. ما بين هذا حرام بين هذا مباح. الأثم الحرف في راس اللسان الفصيح. ما صار عندي دستور العذاب اقتراح. لا صار عندي ذكر الشوق جملة مديح. صبرت وأنا ما بين الناس كل جراح. والصبر فيني ترى والله ما هو شحيح. غيري عن الهم عانك فرحته واستراح. متى يجي يوم وانسى هالتعب واستريح. متى يجي يوم وانسى هالتعب واستريح. لكن ليش قلت ما يصح الصحيح يا عبد الرحمن؟ معذور لو قلت آسف ما يصح الصحيح. يعني هي قصيدة تحكي عن معنى يعني هذا يعني معنى يعني مش ما يصح إلا الصحيح. أحيانا ربما أحيانا ما يصح إلا الصحيح. طيب تكلمنا قبل شوي عن الأوبريت الوطني لدولة قطر. كتبت قصائد وطنية للمملكة ولا لا؟ يعني الوطن أسفل أي شاعر إنه يكتب يعني في مناسبات سواء كانت مناسبات يعني وطنية مثلا يوم وطني أو مناسبات هذه الكتابة، لابد أن الشاعر يكون حاضر يعني. عبد الرحمن تكلمنا قبل شوي عن الشعر الوطني، وبما أنك من أهل الجنوب خلني أشوف كيف تعاطيت مع الأحداث الأخيرة اللي صايرة في الجنوب. والله الأحداث الأخيرة يعني رجل الأمن جيش وكافة القضايا العسكرية دورها معروف يعني دورها ميداني. من الداخلية يعني يقف المعلم ويقف الشاعر ويقف الأديب، يقفون كلهم يعني في دفاع عن الوطن. هذا واجب يعني علينا جميعا. نص يعني يعمل هذا الأحداث يقول إن سيوف الموت بيدين سلمان. إن سيوف الموت بيدين سلمان نضرب رقابه للفتن لا دعانا. من الشمال اللي تضاريس نجران نحمي تراب المملكة من عدانا. من الشمال اللي تضاريس نجران
نحمي تراب المملكة من عدانا، واللي نخانا واحد موقفه شان، ناقف جميع ونحتمي من نخانا، ونقول للمخطي ترى كنت غلطان، يا تعتذر ولا تحمل جفانا. ونقول للمخطي ترى كنت غلطان، يا تعتذر ولا تحمل جفانا. ترى جفانا موت أحمر ونيران تنزل على راس العدو من سمانا، واللي بيرمي قبلة الدين خسران، نرمي بسهم العاصفة من رمانا. يا أبو فهد ما هو بس الجيش والهان، الشعب كله لو تبي ما توانا. هذا الوعد يا سيدي خير برهان، لو الزمان بجور طبع حدانا. هذا الوعد يا سيدي خير برهان، لو الزمن بجور طبعه حدانا. خلك قرير العين يا عالي الشان، ترى العدو في الحرب يكره تلقانا. واخر كلام الشعر بقول سبحان الخالق اللي ما يخيب رجانا. سبحانه. الله ينصرهم بإذن الله تعالى عاجلا غير عاجل. عبد الرحمن المالكي، أصدرت مؤخرا ديوان بعنوان الكاهنة، كلمني عن هالديوان. والله الحمد لله يعني أن الله علي بفضل الله سبحانه وتعالى بإصدار ديواني الأول. طبعا أنا بديت متأخر في الإعداد الديواني، يعني كنت سابق الوقت على أساس إني ألحق على معرض الكتاب في الرياض. الحمد لله يعني قدرت يمكن في خلال 3 شهور أو 4 شهور، وهي فترة قصيرة جدا يعني ولك تعد ديوان وهو ديوانك الأول. الحمد لله يعني تيسرت الأمور وطبعنا الديوان وشاركنا فيه في المعرض. حقيقة يعني أنا ما توقعت إنه يعني أنا أول مرة أحضر معرض الكتاب في الرياض. أنا تفاجأت أمانة بالحضور. الحضور كان جدا يعني جدا حضور يعني فوق الوصف صراحة. طالع على الكتب مختلف مختلف اتجاهات الكتب، و يعني كان إقبال شديد جدا. ساعة التوقيع يعني أنا أعتبرها من أبرز إنجازات عبد الرحمن المالكي. يعني فعلا يعني شعرت حينها يعني بقيمة الأدب، بقيمة الشعر، بقيمة الكتاب. يعني الكتاب صحيح إنه الآن يعني اتجه الناس يعني نحو التقنية الحديثة وشغلة الناس يعني، لكن الكتاب يعني معرض الكتاب أثبت لي إن الكتاب لا زال يحمل نفس قيمته ونفس مكانته. بالعكس يعني أنا أشوف إنه يعني مكانة الكتاب ما اهتزت اللي شفته أنا في المعرض. سباقك مع الزمن عشان توصل لزمن المعرض يا عبد الرحمن، ما أضعف المحتوى عندك؟ محتوى الديوان. ما سمعت السؤال معلش. سباقك مع الزمن عشان تدخل معرض الكتاب، ما أضعف محتوى ديوانك؟ لا يعني نقول إن شاء الله إنه ما أضعف يعني، بس أكيد إنه يعني كان بالإمكان أفضل مما كان يعني الوقت 4 شهور تقريبا أو 3 شهور أنا أعتبرها قصيرة جدا يعني قصيرة جدا. وهذه نصيحة أنا يعني أقولها لأي يعني شاعر أو أديب، إنه لا يستعجل في إصدار الكتاب. يحاول ما يستعجل كثير، يعني يحاول إنه يعني يعد بعناية فائقة، لا يستعجل إصداره، خصوصا إذا كان الديوان الأول يعني أو المطبوع الأول والرواية على حسب التخصص. لكن الحمد لله يعني أنا خلال 4 شهور يعني صحيح إنه اشتغلت كثير خلال 4 شهور هذه بالديوان، لكن إن شاء الله إني أعطيته حقي يعني. والحمد لله يعني كل الآراء كانت يعني جيدة خلال القراءات، والحمد لله حتى نسبة المبيعات كانت جيدة أيضا. جميل. عبد الرحمن، هل تعتقد أن الدواوين الصوتية والكتابية يعني أو المقروءة ما زالت حتى الآن تجني ثمارها ومسيطرة ومتسيدة على الموقف؟ ما نقول إنها مسيطرة، لكن أنا يعني لو سألتني قبل معرض الكتاب بقول لك لا، الكتاب ما يعني خصوصا دواوين الشعر ما صار لها يعني الأهمية يعني ذيك القيمة. لكن بعد معرض الكتاب لا والله أنا صراحة اكتشفت إن الكتاب لا زال يحمل نفس قيمته. صحيح إن وسائل التواصل الاجتماعي هذا شيء معروف يعني كل الناس يعرفون، وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أكثر يعني أكثر انتشارا وأسرع وأسهل للشاعر يعني يوصل من خلالها للتلقي بسهولة يعني. لكن ما زال الكتاب يعني له قيمته. يعني أنا بعد ما طبعت الديوان
يعني في بعض المناسبات الأدبية، في بعض اللقاءات الأدبية لما نحضر مثلا أخذ معي كذا يعني بعض النسخ، يعني أشوف التقدير في عيون يعني هذا الكتاب، يعني له قيمة، له مكانة. حسيت بالتفاف الناس حول الكتاب يعني؟ إيش؟ حسيت بالتفاف الناس حول الكتاب؟ نعم، يعني الكتاب لا زال يعني فيه رابط، الله أعلم هل هو رابط عاطفي، يعني إنه الكتاب بقيمة الكتاب ويرجعنا للزمن على قولتهم الزمن الطيبين. الكتاب لا زال قيمة، هذا ما رأيته في معرض الكتاب. طيب فيه من الناس يا عبد الرحمن من يرى معرض الكتاب إنه موضة، أنت تتفق أو تختلف مع الرأي؟ يعني ما أعارض الرأي كثير ولا أتفق معه يعني بشكل قاطع. فيه نوع من في نوع يعني من الموضة، لكن يعني نلطف الكلمة شوية. لكن قد يكون يعني في بعض يعني أنا أعرف البعض يعني قد يحرص على ساعة التوقيع أكثر من حرصه على محتوى كتابه. هنا تقع المشكلة يعني. جميل. ساعة التوقيع أصبحت موضة بالنسبة للبعض، يرى أنها يعني هي هو الهدف الأول والأخير إنه يروح عشان ساعة التوقيع، بحكم يعني مثلا التوقيع بما فيها من الرقم الإعلامي، بما فيها من تمام وكذا، يهمل الجانب المحتوى. لكن أنا وجهة نظري لا تهمل محتوى كتابك، وإذا تسنت الفرصة إنك توقع كتابك وتلتقي بجمهورك ما المانع يعني، ما تشك فيه يعني. زيادة الخير خيرين. صحيح. صحيح. نسمع نص يا عبد الرحمن. يقول: شاهد على الجرح واللي داخلي مع نبضتي صاح، أجمع اشتات الأمل وارمي على الذكرى سلامي، صورت بعيني حروفي والفرح من دنيتي راح، باقي الدواء علتي واشكي على صمتي كلامي، اكتب بلا نفس دنيا تمد الكون بتراح، صارت على هامشي ومفقدت كل احترامي، انسى ونادي جروحي ظنتي تسمعني وارتاح، اصحاب حالة ندم أفادها كثرة ملامي، الهم لح العيون من سنين الدنيا تلاح، عشت حكاية ألم صحوتي ولا منامي، يجني بالحيل عبره راسمة في صدري جراح، واخنق سطور الورق نادم على ذكرى غرامي، تحت باب الهوى يوم انقفل من غير مفتاح، شفت الشبابيك تحكي الضياء جور الظلامي، وكنت عابر سبيل كلهم من حولي اشباح، يمكن تتوه الخطأ تعانقت كد خصامي، حتى مقام النساء ساعة جفا لصاحبي طاحت معه لهفتي ما صار له أي اهتمامي، درت نفسي هنا مترجيا بالهم، لاح ولا بآخر سطر ارمي على الذكرى سلام. الله عليك عبد الرحمن. المسلسل السعودي منا وفينا، أنا سمعت أنك رفضت تكتب الشارة أو مقدمة المسلسل. نعم صحيح. المسلسل منا فينا وأنا نمثل على أخوي الأخ الممثل والمنتج الأخ سلطان نفيسي، كان تواصل مع سلطان نفيسي، عرض علي قبل يمكن رمضان يمكن شهرين تقريبا، يعني أقصد بالشارة المقدمة للمسلسل، ويعني أخبرني وقتها إنه هو من فحم كبير ناصر الصالح، المسلسل يضم أشياء كبيرة يعني، كان طلب الله سبحانه وسعد الحيان ومجموعة من نخبة المسلسل. أمانة أنا رفضت. طيب ليش الرفض هذا يعني، أو تحفظك على الموضوع ليش؟ والله شوف يعني أولا يعني العمل يعني أنا أحترم العمل، أحترم القائمين عليه سواء من المنتجين، لكن صراحة أنا يعني لا أميل يعني ما أرغب في كتاب في يغنى لي نص. أنت ضد مبدأ إنه يتغنى لك أي نص؟ يعني هي وجهة نظري أنا، قد أكون مصيب وقد أكون مخطئ فيها، أنا ماني حريص أمانة إنه يتغنى لي نص.
طيب وشيع قبل فترة أنه في تعاون بينك وبين محمد عبده. التعاون مع محمد عبده يعني موضوع محمد عبده موضوع أخذ حيز كبير صراحة في الإعلام، وكان يعني كنت يعني درجة إنه والله كل مناسبة أحضرها يعني تحصلني كثير من الأسئلة، درجة إنه والله في إحدى المناسبات يعني كان لي مشاركة كذا قصيدة، اضطريت بعد ما أعطيت القصيدة يعني أبين للحضور الناس اللي كانوا يسألون إنه لقائي فيه يعني كان في إحدى المناسبات الخاصة، وقدمت ديواني عن العرب وتصفح الديوان وأثنى عليه الحمد لله. ما كان فيه يعني هم يمكن الإعلام والناس عندما يرون شاعر مع فنان يعني يتوقعون إنه في شيء قريب. هذه تهمة. محمد عبده يعني فنان يعني غني عن التعريف وكل يتمنى يعني له كذا، لكن أنا ما في بيني وبينه أي شيء يعني إلى الآن ما في شيء بيني وبينه. طيب أنا أقولها يعني هذا يمكن أول منبر إعلامي أنا أبين للجمهور. أنت متحفظ على الأغنية. طيب هل هناك تعاونات مع منشدين؟ لا. في تعاونات مع منشدين؟ في تعاونات كثير مع منشدين. كثير تعاونات مع منشدين يعني. وش أبرز الأعمال اللي قدمتها مع أحد المنشدين يا عبد الرحمن؟ والله العمل اللي كان يعني طبعا غير العمل اللي كان في أوبريت لمن وطن قطر، كان في عمل مع المنشد الخير أخوي محمد الهوشان المطيري، كان عمل اجتماعي يعني حاكي مقتل الطفلة باسم العدة الشغالات عمل. يعني كان في أيضا أعمال وطنية، أعمال يعني. شو يقول العمل هذا؟ خلنا نسمع، ما أنه الموضوع جدا حساس وجدا يعني مهم، لأنهم في الأخير أبنائنا يعني وبأيدي ربما تكون غير أمينة اللي هم الخدم. صحيح الخدم يعني مشاكل الخدم الفترة الأخيرة ظهرت على السطح بشكل كبير جدا يعني، وأصبح أبنائنا فعلا في خطر يعني خطر صريح وواضح. قصة الطفلة تالي الشهري يعني قصة مؤلمة جدا، يعني من جزئين هي يعني والدها اتصلت عليه الوقت اللي صار، خرج من عمله رسمي، خرج من عمله ومسرع، صار عليه حادث عند إحدى الإشارات، والحادث هذا تسبب في مقتل شخص آخر الله يرحمه جميعا. كانت مأساة بمعنى الكلمة يعني. رحت ما حدث بعض الأبيات البسيطة، أقول والله إن الشعر يعجز ما ألقى شيء يقوله، والله إن الشعر يعجز ما ألقى شيء يقوله، ما أنطق غير الدموع اللي على حرفها نثرها، كيف تغتال البراءة، كيف تغتال الطفولة، ويش يطفي نار في قلب أمها زايد لهبها، يوم شافت جسم تالا مرتمي والدم حول راسها مفصول بالساطور عن باقي جسدها. يوم اتذكر ان البنت يدها مغلولة، يوم اتذكر ان البنت صاحت من ألمها، ثم جاها علم ثاني زاد في الموقف ذهولة، زوجها اللي جاب ينقذ بنتها بطاء ما وصلها، طولت ساعة رجاها، طولت ساعة وصوله، ما درت بأن القدر مكتوب ما يحضر سندها، أدري إن الموت للحي واجب منا قبوله، عظم الله هجر من غابت عن عيونها قمرها، عظم الله هجر من غابت عن عيونها قمرها. الله المستعان. الله يعطيك العافية يا عبد الرحمن وصح لسانك. وهذه رسالة إلى كل أم وأب، انتبهوا لعيالكم، انتبهوا لعيالكم وراقبوهم. يعني ما ينفع الواحد يتكل على الخدم والسواقين، ترى يعني الموضوع ما ينفع أبد. عبد الرحمن، خلني أسألك عن اللي يكتبون تحت أسامي شعرية وهمية أو مستعارة. يعني قصدك أنت يعني أنت معه ولا ضد؟ لا، أنا أسألك عن رأيك فيها. والله أنا أشوف إنه هذا يعني جالس يضيع حقوقه الأدبية، يكتب بدون اسمه الصريح. طيب واللي يبيع القصايد ما يضيع حقوق الأدبية؟ والله اللي يبيع القصايد هو نفس اللي يكتب باسمه، كلاهما يعني يضيع منتوجه الأدبي، لكن واحد يضيع منتوجه بثمن وواحد يضيع منتوجه بلا ثمن. طيب هل أنت مع أو ضد اللي يضيع إنتاجه بثمن؟
والله يعني أنا خاف إني أقول ضد ويعني تقولون هذا الدعاية المثالية. أنا والله ضد إني أبيع من إنتاج الأدبي. لا مو مسألة مثالية، هي مسألة مبدأ. لا البعض لا لو أعرض يعني عليك أنا 100,000 يا عبد الرحمن بترفض ولا بتوافق؟ هنا الكلام. 200,000 والله ما تدريني أنت بعد يا بندر. الله شفت كيف؟ أنا أقول أنت لا تأخذ إنه المبدأ ب2000 ريال. أوكي لا والله أنا عندي مبدأ، لكن 200,000 لا ما عندي. هنا الكلام. والله شوف هي المبدأ يعني المبدأ ثابت إن شاء الله. لكن أنا ما أتكلم عن نفسي، أتكلم بشكل عام. يعني عند البعض قد يتغير المبدأ، يرضى أقل من 200,000 مو ب 200,000. يعني 170. عند البعض لا، ما أتوقع حتى لو 200,000 أو أكثر من 200,000 أو مهما كان. يعني البعض لا حريص على إنتاجه، البعض يعني لا يمكن خمس المبلغ هذا يعني ما عنده أي إشكالية. جميل. طيب عبد الرحمن، الكثير يعني خلينا ننتقل معك المحور آخر. الكثير من الشعراء اقتحموا المجال الرياضي بكتاباتهم وقصائدهم. ما فكرت أنك تخوض التجربة؟ والله يعني شوف الرياضة يعني وسط راح فيه زخم إعلامي كبير. يعني بقول الشاعر في الوسط الرياضي يعني قد يحقق لها هذه يعني هذا الأشياء ملموسة يعني نشوفها قدامنا في أمثلة كثير. ما حاولت والله أنا متابع للرياضة، متابع يعني بشغف للرياضة، لكن ما دخلت المجال مثلا. يعني إذا بالكثير يعني تغريدة في تويتر أو ما شابه ذلك يعني في تغرد وش تقول؟ نعم تغرد وش تقول؟ يقول أزرق هلالي لا لعب يرفع الراس، من قوة عزمه ياخذ اللي يريده، أزرق هلالي مهرقن كل غطاس، الفعل واحد والمواقف حديدة. شكلك نصراوي يا عبد الرحمن. أنا هلالي والله هلالي، بس أحترم والله جميع الأندية. أمزح معك ولا واضح أن القصيدة من القصيدة أنك هلالي. طيب نعم نحترم والله كل الأندية يعني لا تتقلل في أحد يعني. هذا المفروض أن الواحد يحترم كل الأندية. وبالعكس يعني أنا بحكم عملي أنا معلم، والله نحن نحاول بقدر الاستطاعة إنه ننشر يعني ثقافة الفوز والخسارة. لما التعصب في الآونة الأخيرة أخذ مجال يعني مجال بعيد تماما عن الكورة بلا شك. وما دام التعصب موجود أعتقد أنه ما راح تتطور الرياضة، لكن إن شاء الله أنه يزول التعصب في أقرب وقت. عبد الرحمن تقريبا باقي معي وقت قليل، لكن خلني أقول لك أو أسألك عن الناس اللي تحب تقرأ لهم. أنا أقرأ زي ما قلت في بداية الحوار يعني أنا أقرأ خالد الفيصل وأقرأ شاعر خلف مشعل. خلاف المشعل يعني نعم يعني ما في يعني باقيين في خير البركة، لكن يعني صاحب السمو الملكي من خالد الفيصل والشاعر المعروف خالد مشعل يعني أكثر من يطرد عبد الرحمن المالكي شعريا. جميل. عبد الرحمن، كلمة أخيرة تحب تقولها في لقائنا أو في ختام لقائنا اليوم؟ والله أول شيء يعني أنا أشكر أول شيء قناتي وفهم، هذه القناة الشبابية الخفيفة الجميلة اللي كسبت يعني شعبية جارفة. أشكر برنامج تفاصيل، أشكرك شخصيا، أشكر معدين البرنامج طاقم كامل على إتاحة هذه الفرصة للظهور عبر هذه البوابة الإعلامية اللي أعتبرها يعني بوابة ناجحة لأي شاعر أو لأي كاتب أو لأي أديب يظهر من خلالها. شكرا على هذا الكرم اللي تكرمت علي فيه، وهذه الدقائق الجميلة اللي قدرت أعانق فيها مستمعين يوتيوب. الله يعطيك العافية شاعرنا عبد الرحمن المالكي، شكرا لك، شكرا لفريق العمل. ألتقيكم بإذن الله أنا بندر الحمودي على خير في حلقات قادمة. أترككم مع السندباد، تصبحون على خير.